صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. النهارده فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ عبير. طبعا الفيديو النهارده بجد من اقرب الفيديوهات الى قلبي اللي بحب اصورها، لان بجد والله بحس ان انا قريبه من ربنا جدا جدا. طبعا انتوا كنتوا عارفين ان جوزي كان تعبان جامد جدا جدا، والحمد لله ربنا من عليه بالشفاء. فقلت ان شاء الله اول ما يخف ويقوم بالسلامه كده هعمل ايه وجبات وافرقها ايه. آه، يعني افرقها على الناس الغلابه وكده. فطبعا ايه يعني قلت النهارده بقى انا اصور معاكم الفيديو الجميل ده. طبعا انتوا تستفادوا وانا بستفاد برضو. اللي عاوز يعمل حاجه مثلا لاهل الله او اي حاجه فبيشوف الفيديو دوت. احفظيه عندك، جميل جدا وبجد والله يعني هتقولي من اجمل الفيديوهات اللي شفتيها. طبعا معانا ايه النهارده؟ معانا لحمه الكميه اللي انت عاوزاها، طبعا كيلو 2 10 اللي انت عاوزاه. ومعانا طماطم، ومعانا بصل، ومعانا البهارات بتاعتنا ورق لورا وحبهان وكبابة صيني وقرفة والعيدان الخشب دي والبتاعة دي مش فاكرة اسمها ايه. المهم يعني، ومعانا طبعا فلفل اسمر، ومعانا بهارات لحمة. طبعا اول حاجة بتاخد وقت، طبعا اللحمة هي بتقعد ساعة على البوتاجاز بالظبط. هنروح بقى نسويها على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه بعد كده. جبنا حله زي ما انتم شايفين كده، احنا مش هنشوحها النهارده، احنا هنسلقها. دي لحمه طبعا بلدي مش مستورده ولا حاجه. طبعا الميه غليت زي ما انتم شايفين كده، هننزل بالميه باللحمه الاول. وبعد كده ايه لما الريم يطلع ونشيله هنحط البهارات، عشان البهارات بتاعتنا ما تروحش لما نيجي نشيل الريم بتاعنا. هنقول بسم الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا انت بتقطعي اللحمه الكميه القطعه اللي انت عاوزاها طبعا. وسط، كبيرة، صغيرة. انا بقطعها وسط عشان ايه اكبر كم من الناس ياخدوا منها يعني. طبعا انتوا عارفين الظروف بقى والحالة بقى يعني. الموضوع بجد صعب جدا، حاجة غالية جدا. آه انت لما بتعملي حاجة زي كده بجد والله يعني في ناس كتير بتدعي لك. بالشكل ده كده هنحط اللحمة كلها. اللحمة زي ما انتوا شايفين غليت معانا، والريم بقى طلع فوق الوش اهو. الريم مش كتير قوي يعني. هنشيله بقى ونحط ايه البهارات بتاعتنا. الريم اهو بسيط زي ما انتوا شايفين كده. خلاص بقى طلعنا الريم اللي في الحله. هننزل بايه بصل صغنن كده، انا بحبه للحمه بحطه بحالته كده. وهننزل بايه طماطمتين 3 كده اهو برضه هنقطعهم. بيدي طعم جميل جدا، الطماطم بتدي طعم جميل جدا للشوربه. طبعا زي ما انتم شايفين كده لازم نشيل الريم عشان خاطر الشوربه بتاعتنا تطلع فاتحه وجميله. نحط ايه 3 طماطمات كده لان الكميه اكتر من كيلو طبعا. وهننزل بقى بالبهارات بتاعتنا، اللورا والحبهان والقرفه. ودي بقى طبعا عرفت اسمها جوز الطيب، افتكرت اسمها. عايزه تحطيها تحطيها، مش عاوزه براحتك. انا بحب احط حبه صغيرين كده، بشره صغيره كده بالمبشره الصغيره الجميله دي كده. وهنزل بايه بربع معلقه فلفل اسمر عشان الشوربه بتاعتنا ما تسودش معانا كده اهوت. ونص معلقه بهارات لحمه. هتقولي انت حاطه بهارات لحمه وهتحطي تاني؟ قلت لك لا، دي بهارات مطحونه بالشكل ده كده. وهنقلب بقى ايه اللحمه مع البهارات بتاعتنا. طبعا هي غليت غلوه، هي خلاص هنهدي عليها تستوي على نار هاديه زي ما احنا متفقين. اي لحوم، اي فراخ، اي لحمه تستوي على نار بارده بتبقى طعمها جميل جدا، والشوربه بتاعتها بتبقى زي العسل. هي غليت اهي، هنهدي عليها بقى النار ونسيبها تقعد ساعه ان شاء الله. بعد ما تستوي هنشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده اللحمه بتاعتنا عدى عليها ساعه بالظبط، استوت تماما. زي شايفين الشوربه بتاعتها ما شاء الله، شوربه زي العسل جميله جدا. انا عملتها معاكم قبل كده، شوحتها بالسمنه. المره دي ايه سلقناها في ميه عاديه برضو جميله جميله يعني. دي اخف طبعا من التانية، لان السمنه والدهون ده كفايه الدهون اللي في اللحم. بصوا الدهون يعني ما شاء الله، يعني الجزار الله يكرمه يعني بيدينا دهون كتير جدا، الله يسامحه بقى. هنحط بقى الملح بتاعنا، ننزل بالملح بتاعنا، ننزل بقى معلقتين ملح. ونقلب بقى ايه اللحمه بتاعتنا كده اهوت. هنسيبها تغلي غلوه واحده بس وبعدين ندفع عليها. وتعالوا بقى نعمل ايه الرز اللي هنعمله مع مع اللحمه بتاعتنا. هنقلبها بس كده اهو تقلبتين تاخد غلوه واحده، وبعد كده نعمل الرز زي ما قلت لكم. نولع على النار عشان نعمل الرز بتاعنا. هنحط ايه 3 4 معالق زيت الاول، وبعد كده نحط ايه معلقه زبده عشان تطعم ايه الرز بتاعنا.
هنجيب بقى ايه معلقه زبده او معلقتين، لان ايه الرز اللي معانا كميه حلوه يعني. طبعا انا بقول لك الكميه اللي انت عاوزاها، مش بلزمك بحاجه، اللي تقدري عليه اعمليه. كل حاجه يعني تعمليها تكسبي ثواب عند ربنا كبير جدا. بالشكل ده كده اهو. طبعا هنعمل رز ابيض، مش هنعمله بشعريه. هننزل بالرز بتاعنا غاسلينه كويس جدا ومصفيينه. وهنقلب بقى ايه الرز بتاعنا. طبعا الحله ايه عمال تتحرك. هننزل كده اهو الرز بتاعنا كده بالشكل ده كده. وهنقلب بقى ايه الرز بتاعنا كويس جدا، هنشوحه كويس جدا. اهم حاجه يتشوح معانا الرز. لو عايزاه مفلفل لازم تشوحيه كويس جدا كده اهو بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. وهنجيب بقى الملح بتاعنا، هننزل بايه بمعلقه ملح الاول او معلقه ونص، وبعد كده بنظبط الملح بتاعنا. هنقلب برضو ايه المكونات دي كلها مع بعض كده لغايه ما يتشوح معانا كويس جدا. الرز بقى اتشوح كويس جدا زي ما انتم شايفين. هننزل بالميه معانا، ميه سخنه بتغلي عشان الرز بتاعنا ايه يطلع مفلفل وجميل بالشكل ده كده اهو. طبعا انا عارفه مقدار الرز، فايه بحط الميه على قده. وهنقلب كل ده مع بعض كده. طبعا سمعتوا الطشه دي، يعني الرز اتشوح معانا كويس جدا. اهم حاجه التكه دي، لما تسمعي صوت الرز الطش معاكي اول كده يبقى ايه الرز اتشوح معانا كويس. وهننزل بقى بالميه ايه المناسبه كده اهو بالشكل ده كده. وهنقلب ونشوف الملح بقى، نظبط الملح بتاعنا بقى ايه بتاعنا. لو لقينا دلع ولا حاجه هنظبطه. هنعلي بس البوتاجاز شويه يا دوبك الرز يتشرب. هنهدي عليه زي الشمعه كده عشان ما يتحرقش معانا من تحت. نحط شياطه بقى اهم حاجه عشان ما يتحرقش معانا من تحت. اهو اسهل طريقه للرز، بالذات لو تكوني هتفرقي رز بره ولا حاجه. الطريقه دي جميله جدا. او الرز البسمتي اللي هو بالكاري والكركم، الاثنين دول الطريقتين دول اجمل من بعض. بس انا حبيت اعمله ايه النهارده ايه رز ابيض. ايه نعمل له صلصه دلوقتي زي صلصه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، زي صلصه التسقيه او الفت. خلاص كده الرز بتاعنا ايه الميه بتاعتنا مظبوطه. هنهدي عليه بقى اول ما يتشرب، نهدي عليه ونسيبه يستوي براحته، ونشوف هنعمل ايه بعد كده. هنا بقى ايه جبنا طاسه زي ما انتم شايفين كده. هنعمل الخلطه اللي هنعمل بيها ايه اللحمه بتاعتنا. خلطه بقى بجد والله جباره جباره جباره. هننزل بقى ايه بشويه زيت ومعلقه سمنه. نجيب بقى ايه بصلايه او بصلتين حلوين كده، حلوين كبار كده، وهننزل بيهم. هنشوحهم بس يا دوبك ياخدوا ايه يتبالوا بس، مش هنحمرهم ولا حاجه. هنشوحهم كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وهننزل بقى على البصلايه بحبه ايه بنص معلقه فلفل اسمر. طبعا بتفرق طبعا في الطعم جدا جدا مع البصله لما تكون بتحاول تشوح كده على البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هننزل بايه فصين ثوم محترمين كده. وهنقلب ايه البصلايه بالشكل ده كده مع الثوم. وهننزل بايه بحبه كزبره، معلقه كزبره او نص معلقه، بدل في ثوم يبقى في كزبره. وهنقلب برضو ايه المكونات دي كلها مع بعض كده. مش قادره اقول لكم الريحه بقى، الريحه روعه روعه روعه. يا دوبك ايه ريحه الثوم تطلع. هننزل بايه معانا طبعا ايه معانا طماطم ومعانا فلفل. خلطه جميله جدا، ممكن تعمليها في الفراخ واللحم. عندك عزومه عندك فرح، اعملي الخلطه دي مع اللحمه لما تسلقيها بجد، ولا تودي اللحمه في حته تانية خالص. خلاص البصله معانا ايه دبلت. هننزل بالايه بالطماطم بتاعتنا والفلفل اللي احنا مقطعينه بالشكل ده كده، مقطعينه مكعبات يعني عادي، ما مش اهو
اهو هنقلب بقى بالشكل ده كده اهوت. الريحه ملهاش حل بجد والله. هننزل بقى بحبه كمون بس كده، مش هنحط حاجه تاني، نحط بس ايه يا دوبك الملح بتاعنا. وهنقلب بقى ايه الخلطه الجميله دي كده زي ما انتم شايفين كده كويس جدا. طبعا ما ننساش بقى ايه هنحط سكر. هننزل بنص معلقه سكر طبعا عشان الطماطم. وهنقلب برضو ايه الخلطه دي بالشكل ده كده. وهنعمل ايه تاني؟ هننزل بقى بايه معلقه ملح او معلقه ونص على قد الكميه اللي انت عاملاها، ونظبط الملح بتاعنا. بجد الخلطه لوحدها تتاكل من غير لحمه بجد والله، حته جميله جدا. نسمي الله كده في اي حاجه عشان في اي حاجه بنعملها عشان ربنا ايه يبارك لنا في القليل. هنغطي عليها ونسيبها ايه تتسبك مع نفسها كده. هنا بقى خلاص الصوص بتاعنا بتاع اللحمه خلص زي ما انتم شايفين كده. بجد الريحه جايبه لاخر الدنيا، حاسه ان الجيران هيخبطوا عليا من ريحه الصوص اللي احنا عملناه ده. صوص الطماطم مع البصل مع الفلفل ومع الثوم، بجد والله ريحته روعه روعه روعه. خلاص بقى هنشيله ونعمل بقى ايه الصلصه اللي احنا هنحطها فوق الرز اللي انا بعمله. هنا بقى جبنا حله على النار زي ما قلت لكم، هنعمل الصلصه اللي هنحطها فوق الرز. هننزل بايه بمعلقه زيت قبل ما نحط ايه الزبده بتاعتنا عشان ما تتحرقش مننا. وهننزل عليهم بايه بمعلقه معلقه ثوم حلوه كده بالشكل ده كده. وعليهم هننزل بايه بمعلقه كزبره. ثوم يعني كزبره دي حاجه اساسيه عندنا. وهنقلب كل المكونات دي مع بعض كده بالشكل ده كده زي الدقه بتاعت الصلصه بتاعت الكشري والفت. هنقلبهم كويس جدا كده لغايه اما ايه الثوم تطلع ريحتها. مش عايزينها تحمر قوي عشان خاطر ما تمررش مننا. هنقلب كده بالشكل ده كده. اول ما الريحه تطلع بتاعت الثومه نروح نازلين بايه بمعلقه خل. بتودي الصلصه في حته تانية خالص بجد والله، بتديها طعامه بجد ملهاش حل. خلاص التومه بتاعتنا خلاص احمرت زي ما انتم شايفين كده. هننزل بايه بمعلقه خل نشم الريحه بقى. وبعد كده هننزل بايه بصوص الطماطم بتاعنا. هننزل بقى بصوص الطماطم بتاعنا. انا مفرزه طماطم في الفريزر زي ما انتم عارفين، بدل ما نجيب الطماطم ونعصرها ونقعد لسه هنسلقها كده. بتكسبي وقت لما تكون الطماطم جاهزه، ما تكوني مسبكاها تبقى احسن ليكي. طلعي وتعملي اللي انت عاوزاه. هننزل بالطماطم كلها كده بالشكل ده كده، بس لسه كان فيها تلج وكده فمش عايزه تنزل كده اهوت. تعالوا بقى طبعا حاطين الطماطم يبقى ايه هنحط ايه نص معلقه سكر طبعا عشان الحموض بالشكل ده كده، ونص معلقه كمون. وبعدين هننزل بايه بنص معلقه فلفل اسمر. نحط حبه كمان يلا ان شاء الله لحد حوش. وهنقلب بقى ايه كل المقادير دي كلها مع بعض كده، وهنسيبها تتسبك ايه مع نفسها كده لغايه ما تبقى ايه تتسبك معانا زي ما نكون بنعمل مكرونه كده. وبعد كده هنشوف بقى انا ايه. تعالوا بقى ايه نغرف الاكل اللي احنا عاملينه. ده انا نسيت لسه هنحط الصوص بتاع اللحمه. هنحطه طبعا في صاج ونحط اللحمه ونحطها في الفرن. تعالوا بقى نحط ايه اللحمه في الصاج. تعالوا بقى ايه نعمل اللحمه هنحطها في الفرن زي ما قلت لكم. هنحط بقى الصوص الخطير بتاعنا اللي انتم شايفينه ده، بجد ريحته وطعمه مش قادره اوصف لكم. هنحط طبعا في الارضيه حبه كده حلوين كده، في ارضيه الصينيه كده زي ما انتم شايفين كده ونفرده. وبعدين هننزل ايه باللحمه بتاعتنا بقى ايه نرصها. هنرصها بقى بطريقه حلوه كده. رصي الرصه اللي انت عاوزاها كده اهوت.
بجد اللحمه شكلها يغني عن الكلام. اي نعم سمينه شويه بس يعني حلوه جميله، وشربتها عسل عسل عسل. هنرص اللحمه كلها بالشكل ده كده بقى، ممكن في صينيه او صينيتين تبع ما تاخد كده اهو بالشكل ده كده اهو. حطينا الصوص بتاعنا ايه على اللحمه بالشكل ده كده، طبعا معلين بوتاجاز على اعلى درجه حراره، هنحطه في الفرن، واول ما تطلع من الفرن بقى نحط بقى الرز واللحمه في الاطباق. زي ما انتم شايفين كده جايبين الاطباق اللي هي الثلاث رجول دي، زي ما انتم شايفين كده حاطين ايه خانه فيها مخلل، وخانه هيبقى فيها اللحمه، ودي هتبقى فيها الرز. انا ما بحبش اعمل تسقيه لان في ناس ما بياكلوهاش، فخساره العيش هيترمي حرام. فاحنا ايه هنحط الرز بتاعنا كده بالشكل ده كده. حطي بقى الكميه اللي انت عاوزاها بالشكل ده كده اهوت كده اهوت. وبعدين ناخد ايه قطعه اللحمه برضو ايه نحطها ايه في في الخانه اللي انا قلت لكم عليها ايه بالشكل ده كده. جربت اللحمه بالطريقه دي بجد والله تحفه 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 ملهاش حل. ودي شكل العلبه طبعا زي ما انتم شايفين كده جميله جميله. طبعا هنحط بقى ايه الصلصه اللي احنا عاملينها مع بعض برضو ايه هنحط معلقتين صلصه فوق الوش كده. انا ما حبيتش اعمل طبيخ لان الطبيخ ممكن يترمي، فقلت لا دي كده احلى من الطبيخ كده اهو بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. هعمل معاكم كمان طبق، نجيب طبق تاني هنعمله ايه بنفس الطريقه. انا بس بوريكم الفكره وانتوا ايه يعني لو عندك فرح ولا عقيقه ولا اي حاجه او حاجه بتطلعي لله كده زي ما انا عملت النهارده كده. انا مش بصور عشان حاجه يعني، انا بصور بس بوريكم الفكره والله يعني. انا ولادي بيقولوا لي حرام، فانا قلت لهم لا انا يعني دي قناه وشغال على كده. فاحنا بنحب ايه كل واحد يبقى عنده فكره يطلعها وكل يستفاد منها. هنحط الرز بالشكل ده كده اهو زي ما قلت لكم تاني، وهناخد ايه قطعه لحمه برضو وهنحطها ايه في الطبق بتاعنا في الخانه اللي هي فاضيه دي. بس نشوف حته ايه الراجل طبعا الله يسامحه مدينا اللحمه سمينه جدا، وانا متضايقه قوي والله يعني من الموقف ده، بس هعمل ايه بقى يلا بقى. بس كده وقعت معلقه وقعت مني. هكمل بقى بقيه الكميه بالشكل ده كده وارجع لكم تاني. لا شكل العلب بعد ما قفلناها بجد والله بسم الله ما شاء الله، انا مبسوطه جدا من الفيديو اللي انا عملته النهارده، وان شاء الله كده يعني باذن الله كده ربنا يسهل كده وكل شهر اعمل نفس الفيديو. طريقه جميله جدا، بس كل مره بقى ممكن نعمل ايه ممكن نعمل فراخ، ممكن نعمل كفته برغل. هنشكل ان شاء الله حاجات بسيطه جدا ممكن تبسطي الناس بيها. دي كانت وجبتنا النهارده في وجبات الخير. طبعا دايما يا رب عامر بالخير كله يا رب بيوتنا كلها يا رب. طبعا لو عجبتكم الفكره ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلوك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.